أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار نوم قادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاس والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار. وأوضحت الهيئة أنه على الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة. وأكد البيان أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير قد كلف كلا من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجار الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث. وقع حادث مؤسف في محافظة المنيا بمصر، حيث أدى تصادم قطار إلى وفاة شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين. الحادث وقع عندما اصطدم جرار قطار بمؤخرة قطار ركاب كان متوجها نحو العاصمة القاهرة، ما أسفر عن سقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية. ويظهر من المعلومات الأولية أن الحادث أدى إلى إصابة 20 شخصا، منهم من تلقى العلاج في المستشفى، بينما لا يزال عدد من المصابين الآخرين تحت المراقبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. قامت هيئة السكك الحديدية المصرية بإرسال فرق الطوارئ والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث، كما تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحادث. الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام تظهر الوضع الحرج لعربات القطار بعد سقوطها في المياه. تجددت الدعوات لتحسين سلامة السكك الحديدية في مصر بعد هذا الحادث الأليم، في وقت يشهد فيه قطاع النقل بالبلاد تحديات عديدة. تبقى الفرق المختصة في حالة عمل مستمر للبحث عن ملابسات الحادث ولتقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا. نرجو الشفاء العاجل للمصابين، وأن تكون هذه الحادثة دافعاً لإعادة النظر في إجراءات السلامة على السكك الحديدية في مصر.